يعني سبحان الله، مش عارفة يعني إذا اللي بيحصل ده من سخرية القدر مننا ولا إيه بالظبط. يعني في الوقت اللي المحاكمات العسكرية على أشدها لنشطاء أو حتى لمسجلين خطر، هم في النهاية مدنيين وتجب محاكمتهم، لكن محاكمتهم دي واجبة قدام القضاء المدني. في نفس الوقت ده مش بس رموز النظام السابق والسفاحين بتوعه بيتحاكموا قدام قاضيهم الطبيعي، ولسه في منهم كمان أحرار طلقاء، لكن في نفس الوقت ده كمان قضية قتل الشهيد اللي هو محمد البطران على ما يبدو إنها بعد كل ده هتقيد ضد مجهول. احنا عشان نفهم التفاصيل معانا على التليفون الدكتورة منال البطران، شقيقة اللي هو محمد البطران. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير يا فندم. دكتورة منال، يعني احنا آخر معلومات كانت واصله لنا إنه تم تقديم ما يثبت إنه من خلال تشريح الجثة مرة تانية بعد 6 شهور من دفنها، ومن شهادات الشهود داخل السجن، إنه اللي هو البطران قد يكون قتل عمدا. إيه اللي يخلي القضية تتسجل ضد مجهول؟ لأن للأسف الشديد إن اللواء البطران هو شهيد الوطن، هو دافع عن سلامة الوطن ورفض البلطجة ورفض خروج المساجين والرعب اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي. هو كان أول واحد وقف ضده، وكان تمنها إن هو دفع عمره. طب لا بس لما حضرتك للأسف الشديد ايه التطور اللي حصل النهارده؟ ما انا هقول لحضرتك دلوقتي القاضي التحقيقات قال لك التقرير بتاعه، قال لك القتل على سبيل الخطأ ومن شخص مجهول ولا وجهة لإقامة الدعوة. لما يبقى حضرتك تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان اللواء البطران اصيب بسلاح مفرد، طلق ناري من سلاح مفرد. سلاح مفرد اللي هو قناص، السلاح اللي يدي طلقة طلقة. هذا السلاح غير موجود نهائيا في السجون. على السجون بيعملوا يا آلي يا بندقية رش، لكن السلاح المفرد مش موجود في السجون ولا أي سجن من السجون المصرية. السلاح المفرد جه مخصوص علشان اغتيال اللواء البطران. طيب دلوقتي احنا اللي احنا فاهمينه انه قاضي التحقيقات تقدم ما تقوليليش القتل من شخص مجهول. لا انا بس عايزه اعرف الصيغه اللي حاصله دلوقتي ايه. اللي احنا فاهمينه ايه؟ التحقيقات تقدم بمذكره نهائيه، يعني يعني خلاص ما عادش له علاقه بالقضيه، بتقديم مذكره نهائيه للمكتب الفني للنائب العام بيوصي فيها بتسجيل الواقعه ضد مجهول. التوصيه دي ما ينفعش يا فندم حضرتك تعملي واقعه ضد مجهول داخل منشاه شرطيه. انت داخل منشاه شرطيه، الابراج معروف بالدقيقه او بالثانيه مين فوق البرج ده ومين فوق البرج ده. طيب الابراج دي ما هياش وجاله البلح ولا محطه مصر مش عارفه مين بيدخل فيها ومين بيطلع فيها، عارفه مين فيها من الضباط وعارفه مين فيها من العساكر. طيب لكن هو كمان بيقول انه اطمئن لاقوال ضباط السجن وتحريات مباحث مصلحه السجون ومصلحه الامن يا فندم الوطني. هم اللي موتينه، تطلبي من القاتل تحريات يقول لك احنا قتلنا. طيب ايه الاجراء اللي اللي هتتخذوه؟ الاجراء ان احنا الاستاذ حافظ ابو سعده محامي الاسره هيقدم طلب استئناف للي معمول ده. ما ينفعش اذا كان التقرير الطبيب الشرعي بيقول لك سلاح مفرد، منين السلاح المفرد جه؟ طيب يعني هيبقى طلب الاستئناف لاستكمال التحقيقات او استئناف التحقيقات مره ثانيه. احنا بس اللي كنا عايزين نفهمه يعني ايه توصيه، يعني هي في النهايه التوصيه دي ملزمه للنيابه العامه ولا هي مجرد؟ حضرتك اولا عندك تقرير السلاح اللي بيقول لك سلاح مثل تقرير الطب الشرعي ومن اعلى لاسفل من البرج، وبعدين التقرير بتاع لجنه تقصي الحقائق موجود لم يعتد به. لانه قال في المذكره بتاعته انه ما تقدمت به شقيقه اللواء البطران بانه اقوال مرسله لا ترتقي لكونها دليل أداء. حضرتك ده تسجيل بتاع لجنه تقصي الحقائق. لجنه تقصي الحقائق صورت حوش عنبر الف اللي فيه الضرب. لما انا كنت مع حضرتك في الحلقه اللي فاتت صحيح. وشفتي الضرب، هم بيضوه عشان يقولوا اللواء البطران اتضرب في حته ثانيه. حضرتك ما ينفعش ان النيابه تروح تعين بعد 100 يوم من وقعه جريمه القتل والداخليه مبيضه السجن. طيب انا عايزه بس اتاكد ان حضرتك قلت لنا المقوله دي اخر مره كنت معانا يا دكتوره، وحضرتك قلتي انه قضيه اللواء البطران هي المفتاح لبقيه القضايا الخاصه بقتل المتظاهرين وبقتل المساجين وباحداث يعني الانفلات الامني في الثوره، مظبوط؟ ايوه تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منال البطران، شقيقة اللواء الشهيد محمد البطران اللي قد تقيد قضيته ضد مجهول
واذا هي على حد قول شقيقته هي مفتاح بقيه القضايا، يبقى احنا كده بنسك على بقيه القضايا كمان.